ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الكيكه الشوكليت بطريقه سهله جدا وبسيطه. مقادير مظبوطه جدا والسكر بتاعها مظبوط بالشعره. بصوا، طريه جدا ومرتفعه. نشوف المقادير ايه. اول حاجه كده مبدئيا معايا 3 بيضات. بصوا، لو البيض عندك حجمه كبير حط بيضتين بس. البيض ده كان حجمه صغير فانا حطيت 3 بيضات، بس انا بعملها ب2 لو الحجم البيض كبير. وحطيت ظرف من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل وكوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من الزيت. وهضيف هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي هو الدارك وكوبايه من اللبن الدافي. هضرب بقى الخليط ده كويس جدا في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ما اتضرب معايا كويس جبت البولة بتاعتي وهنزل بقى ايه عليه بكوبايتين من الدقيق، وعليهم باكت كيك شيف ورشة من الملح. مش هضيف اي مكونات تانية. هقلب بقى كويس كده لحد ما الدقيق يختفي تماما. بجد اسهل طريقة كيك ممكن تحضريها، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بجد مقادير مظبوطة بالشعرة. اخلط بقى كده لحد ايه ما الدقيق يختفي زي ما قلتلكوا. الفرن طبعا مشغلاه من قبلها على درجة حرارة 180. خدت بالظبط معايا تلت ساعة. اهي كده بقت جاهزة معايا. الدقيق اختفى تماما زي ما انتوا شايفين. شايفين هو القوام المظبوط جدا للكيك. كل ما تخففي الكيك كل ما الكيك معاكي يطلع هايش جدا وطري جدا. الكيكه معاكي ما تبقاش مكتومه. هنا جبت الصينيه اديتها مسحه من الزبده كده ونزلت بقى بالخليط فيها، وهدخلها الفرن بقى زي ما قلت لكم على درجه حراره 180 لمده من نص ساعه لتلت ساعه. اهي تبارك الرحمن بعد ما خرجت معايا من الفرن شايفين الارتفاع بتاعها. بجد كيك مفهوش ولا غلطه. بجد ريحته قلبت البيت وطري جدا والسكر بتاعه مظبوط جدا. اتمنى بقى تجربوه بنفس الطريقه، ولو عجبتكم بقى طريقتي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.